قيمة ووزن مصر، ان مصر دولة كبرى بتركيبتها، وبالتالي هي اما ان تكون ضعيفة او تكون قوية جدا. يعني لا مجال لانه مصر اذا نهضت فتبقى دولة متوسطة، ما بينفعش، لا يتفق ده مع امكاناتها ولا مع تاريخها ولا مع اي شيء. الحكاية دي حصلت مرتين مع محمد علي ومع عبد الناصر. محمد علي نهض بمصر، لم ندرس احنا للأسف الانتصارات العظيمة بتاعت إبراهيم باشا، انتصارات عظيمة الجيش المصري حققها. الجيش المصري حقق في القرن 19 انتصارات مدهشة، يعني عكا التي عجز نابليون بونابرت اللي هو أيقونة في التاريخ الفرنسي عجز عن فتحها إبراهيم باشا بالجيش المصري. حارب في اليونان وانتصر، حارب في الوهابيين في الجزيرة العربية وانتصر عليهم، حارب وصل لدرجة انه اصبح انه الاستانة مفتوحة امامه، وهنا تدخلت الدول الكبرى. وكنا محتاجين 6 دول بأساطيلها علشان تهزم الامبراطورية المصرية. انا قريت مؤخرا مذكرة من بريطانيا للدول الغربية بتقول انه لابد من التدخل طبعا لتحجيم محمد علي، وإلا سيتحول البحر المتوسط إلى بحيرة مصرية. ياه، ده وثيقة. ما احنا كنا واصلين شرقا للخليج العربي وشمالا لتركيا وجنوبا لمنابع النيل. مهم جدا. امبراطورية. طبعا هي دي المشكلة. ما هو دي لماذا بتقول لنا كلام مفزع يا دكتور علاء. المذكرة دي بتقول ان بريطانيا بتقول للدول الكبرى ان حسبه لازم نتدخل والا البحر المتوسط مش بحيره المنزله، لا، البحر المتوسط سيتحول الى بحيره مصريه. وهذا الكلام موجود في وثيقه معتمده في كتاب عن ابراهيم باشا صدر مؤخرا، مكتوب في العشرينيات حتى من مؤلف سوري، صدر عن دار الشروق مؤخرا، وادعو القراء ان هم يقروه لانه مهم جدا. ده المفروض يدرس في المدارس. طبعا احنا ما بناخدش حاجه في المدارس غير زي ما قلت لحضرتك في قبل كده العظمه بتاعه الرئيس اللي هو موجود حاليا. واخد حضرتك؟ اول ما الرئيس يعني يعتزل او يختفي يبقى نقلب على العظمه بتاعه الرئيس اللي هو القادم، ونعدي بهذا عمك جمال شويه الفاصل لغايه ما يجي بالظبط. تمام بالظبط. المشروع انا اتعلمت ان مصر مستهدفه فعلا، مش مستهدفه بمعنى ايه؟ بمعنى انه الدول الغربيه او الاستعمار يعلم قدراتك اكتر منك. ده موضوع محزن. يعني انت تجد في مصر من يكتب ومن يقول ومن يصرح، بعض المسؤولين يصرحون محقرين الشعب المصري، يقول لك ده احنا ولا 100 سنه لما نبقى ديمقراطيه الشعب، يعني بيلوم الشعب. يدل هذا على شيء مهم جدا، انه لم يقرأ التاريخ اطلاقا، او اكتفى بالتاريخ اللي بتاع المدرسه اللي هو نص صفحه. لانه لو قرأ التاريخ يعلم انه لا، مصر دولة كبرى بتكوينها، هي دي المشكلة. وبالتالي فانت مستهدف ليه؟ لانه الاستعمار يعلم تماما قدراتك. انت لو نهضت ستكمل النهضة. انت عمرك ما هتنهض وتبقى مجرد بلد سياحي صغير كده والناس تاكل عيش وخلاص، لا، هتنهض علشان تدي نموذج وبعدين تقود وبعدين تبقى اكبر قوة اقليمية، يعني وده حصل مرتين. مشروع كبير لان امكانياتك كبيرة. يعني حضرتك بتقول لنا دكتور علاء انه عصر محمد علي يعني المعطى بتاعه مفيش انصاف حلول ولا انصاف اداء بالظبط، ولا نصف مستوى. لا، ما ينفعش. مفيش 50%. لا ما ينفعش مصر تمشي ب 50%. لا، ما ينفعش. مقبول. لا، زي شخص خارق الذكاء بيخش امتحان، يا اما ما يخشوش، لو دخلوا لازم هيجيب نتيجه ساحقه. والكلام ده على فكره يعني موجود في الادبيات العلوم السياسيه كما تعلم حضرتك الغربيه. انا مش بقول يعني ولا انا بأبالغ في تقدير بلدي ولا حاجه، هي تكوين مصر كده. يعني لسه جنرال اسرائيلي كان ده منشور في جريده المصري اليوم بيقول ان مصر هزمتنا في 73 وهي الدوله الوحيده القادره على هزيمه اسرائيل. يعني ده راجل اسرائيلي، واخد بال حضرتك؟ لما تتابع بقى مشروع النهضه ده زي ما قلنا مع محمد عبده، ثم ثوره 19، ثم تجربه الوفد المصري، تجد انه النهضة حدثت في بيئة تصلح ليها، فعملت انجازات كبرى. يعني تجد حضرتك مثلا